ناس كتير بتحس باحمرار في العين وبتحس ان في حكة في العين او كأن في رملة جوه العين، وده بيحسسها بعدم ارتياح، ممكن يسبب زغللة او صداع بيأثر على النظر بتاعنا ويأثر على جودة حياتنا. بس كتير منا بيتعايش مع الموضوع عادي ومش بيحاول يشوف له حل. النهارده هنتكلم على اسباب جفاف العين وايه الاكلات والقطرات والعادات اللي احنا ممكن نعملها علشان نتخلص من الموضوع ده ونعالجه بشكل كبير. العين بتاعتنا المفروض ان هي بترطب نفسها بنفسها نتيجه الدموع اللي بتفرزها، بس في حاجات بتاثر على افراز الدموع دي او بتاثر على القناه الدمعيه اللي بتمشي فيها الدموع، او بتسبب تبخر للماده الزيتيه اللي موجوده في الدموع فبتسبب جفاف العين. هي مسببات جفاف العين: اول حاجه التقدم في العمر، ثاني حاجه نقص فيتامين A، ثالث حاجة تعرض للشمس لمدة طويلة من غير ما نلبس نظارات شمس، رابع حاجة التعرض للشاشات سواء التلفزيون أو الموبايل أو اللابتوب. البلو لايت اللي بيخرج من الشاشات دي بيأثر بشكل كبير قوي على إفراز الدموع وبيأثر على العين بتاعتنا. كمان بعض الأدوية بتسبب جفاف العين، أدوية مضرة للبول وأدوية مضادة للاكتئاب وأدوية الحساسية، معظمهم بيسبب جفاف للعين. كمان الناس اللي عندهم مرض السكر بيأثر على النظر وبيسبب مشاكل في العين. ايه هي الاكلات والفيتامينات اللي محتاجين ناخدها علشان نحسن من النظر ونقلل موضوع جفاف العين؟ اول حاجه ماده الكاروتينويد زي اليوتين والزيازانسين، دي مواد مضاده للاكسده بتقلل هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر وبيقلل تأثير الضوء الأزرق أو البلو لايت اللي بيخرج من الشاشات، كمان بيحسن جدا من النظر. وأكتر حاجات موجودة فيها هي الجزر والسبانخ. من الأكلات النباتية كمان الغنية بفيتامين A هي البطاطا، والأحسن كمان إن احنا ناخد فيتامين A من مصادر حيوانية زي الكبدة وصفار البيض واللحمة الحمراء. في فيتامين كمان مؤثر جدا في موضوع جفاف العين ده وهي الأوميجا 3. طبعا في أكلات غنية بالأوميجا 3 زي الأسماك، خاصة سمك المكريل والتونة والسردين، وفي كمان ممكن ناخده من الصيدليه زي زيت كبد الحوت او الكود ليفر اويل، ده بيبقى عباره عن اوميجا 3 معاه فيتامين A. وطبعا في اوميجا 3 بس من غير فيتامين A اللي هو ليه اشكال كتيره قوي في الصيدليه، وده امن جدا. بناخد قرص واحد في اليوم، ممكن ناخده 3 شهور مثلا ونوقف شهر ونرجع نكمل عليه تاني. طيب ايه القطرات اللي بتحسن جدا من موضوع جفاف العين ده؟ في قطرات مرطبه كتيره قوي موجوده في الماركت، الصيدلي ممكن يساعدك على اختيار النوع او الاسم المناسب اللي انت عايزه، بس اشهرهم البلينك والسيستان الترا والبولي فريش والهاي فريش والثيرز ناتشرال. كل الحاجات دي كويسه جدا في ترطيب العين، بس في حاجتين مهمين محتاجين نعرفهم. اول حاجه لو الازازه اتفتحت وعدى عليها شهر حتى لو فاضل فيها، مهم ان احنا ما نستخدمهاش تاني ونرميها. الحاجة التانية ان القطرات دي فيها مواد حافظة، فلو احنا هنمشي على القطرات دي مدة طويلة محتاجين ان احنا نختار حاجات خالية من المواد الحافظة، عشان كتر استخدام المواد الحافظة مدة طويلة بيسبب هو نفسه مشاكل في العين وجفاف للعين. طب ايه امثلة القطرات الخالية من المواد الحافظة؟ معظمها بيكون اليوني دوزز او اللي موجودة في شكل امبولات زي الارتلاك يوني دوز او البولي فريش اكسترا او الاكتو هايلو. كل الحاجات دي بتبقى موجوده في امبولات بنستخدمها مره وبعدين نرميها. حاجه كمان لو في جفاف شديد في العين او التهابات جامده في العين، نستخدم مع القطرات المرطبه دي قطره عباره عن جل زي السيستين جل، بنستخدمها مرة قبل النوم. دي بتكون سميكة شوية وبتحافظ على ترطيب العين مدة أطول، بنستخدمها مرة قبل النوم مع القطرات التانية عادي. بقى بعض التمارين للعين أو حاجات ممكن نعملها علشان تقلل من موضوع جفاف العين. أول حاجة إن احنا نعمل من 5 دقايق لربع ساعة كمادات مية دافية للعين كل يوم. تاني حاجة إن احنا نبربش أكتر. احنا الطبيعي بتاعنا إن احنا بنبربش 15 مرة في الدقيقة. لو احنا قاعدين مركزين في حاجه سواء بنقرا او قاعدين على شاشات، المعدل ده بيقل ل4 بس في الدقيقه، وده بيسبب جفاف شديد للعين. فمهم قوي ان بعد كل نص ساعه واحنا مركزين في حاجه نقعد من دقيقه لدقيقتين نغمض عينينا ونفتحهم ونبربش اكتر، ده بيحفز افراز الدموع بشكل كبير قوي. تمرينه كمان للعين ان احنا نحاول ان احنا نحرك عينينا في جميع الاتجاهات كل فتره، ان احنا نبص يمين قوي وشمال وفوق وتحت والحركات دائريه للعين، ده بيقوي العين جدا وبيحسن النظر وبيساعد في افراز الدموع. مهم كمان ان احنا دايما نحافظ على ترطيب جسمنا خلال ان احنا نشرب ميه كتير على مدار اليوم. حاجه كمان ممكن نعملها لعينينا ومش هتاخد اي مجهود، ان احنا نعمل مساج للعين عن طريق طبطبه حوالين العين، ده بيجري الدوره الدمويه حوالين العين، ده بيحسن جدا من كفاءه العين وبيقلل مشكله جفاف العين. اخر حاجه لو احنا بنقعد على الشاشات مده طويله يفضل ان احنا نقلل البرايتنس بتاعهم ونستخدم النظارات اللي هي الانتي بلو جلاسز، دي بتقلل تاثير الضوء الازرق اللي بيخرج من الشاشات ده فبيحافظ على عينينا اكتر. حاولوا تدخلوا الاكلات والفيتامينات اللي اتكلمنا عليهم وتطبقوا النصايح اللي قلنا عليها وهتلاحظوا تحسن كبير قوي في عينيكم وفي مشكله الجفاف دي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك اند شير.